هو أنا ليه دايما لما ببدأ في أي حاجة أنا ما بكملش للآخر؟ دايما عندي قلة ثقة في نفسي إني هكمل الحاجة دي للآخر. قبل ما أرد على السؤال ده حابة أشارككم بس يوم من أحلى أيام حياتي، وهو أول خطوة ليا في حلم من أحلامي. حلمي إني أكون لايف كوتش، وإن أنا أقدر مش بس أعتمد على تجاربي أو على الباشن بتاعي أو على حاجات اللي بقراها في إن أنا أأثر فيكم، لأ كمان إني أخد علم وشهادة تأهلني أكتر إني أأثر فيكم بشكل أكبر، وإني معاكم أساعدكم إن احنا نروح بجد لحتت أحلى في الحياة ونحقق المزيد والمزيد والمزيد. وعشان كده حبيت أبدأ الفيديو ده بإن أنا أشارككم، وحاسة إن هو أنسب حاجة أتكلم فيها عن فيديو النهاردة، وهو إنه إزاي أكمل في حاجة للآخر، بما إني كان عندي الخوف الكبير ده في إن أنا أبدأ الدبلومة دي إني فعلا ما كملش للآخر. فمن خلال تجربتي الصغيرة هديكوا تيبس أنا شايفة إن هي هتفيد، وحاجات أنا قررت إن أنا أعملها بعد أول سيشن ليا في الدبلومة. فيلا بينا نشوف مع بعض إزاي نقدر نكمل حاجة للآخر. ازيكم عاملين ايه بعد ايام كتير من الانقطاع والاكتئاب اللي تقريبا عند كل الناس دلوقتي، وايام كتير من الارق اللي اكيد باينه. الحقيقه ان انا متاثره نفسيا جدا ومكنتش بنام وحالتي النفسيه كانت صعبه، ولكن يشاء القدر يكون ده ميعاد حاجه انا كنت بحلم بيها من كتير قوي في الوقت ده. فقد ما كنت حاسه بالذنب ان انا لا انا مش عايزه اعمل حاجه ومش عايزه، انا بحلم ليه؟ وعارفين انتوا الاحساس ده اللي اكيد كلنا بنمر بيه الفتره دي. ويا رب يا رب يفك الضيقه على اخواتنا ويكونوا في احسن حال يا رب، ونطمن عليهم ويجي لنا كده اخبار سعيده تشرح قلبنا. بس قلت برضو ان ممكن تكون دي من عند ربنا في الوقت ده عشان انا اقوم شويه وما استسلمش. مش بقول ان احنا دلوقتي بنجري ورا نفسيتنا وبندوس على اي حاجه خالص، بس احنا كمان لازم نخلي بالنا من نفسنا عشان نقدر نوصل صوتنا ونقدر كمان نمارس حياتنا، خصوصا لو عندنا اولاد. جات لي بقى حاجه اللي هي اتكلم معاكم عنها النهارده، وهي ان انا بدات مسيرتي كلايف كوتش. انا على مدار السنين اللي فاتت عندي باشن كبير قوي بالاهداف وبالبلاننج وبتنظيم الحياه وبكل ما هو ليه علاقه بصحتنا النفسيه وبحياتنا المتوازنه، ولاني عايزه اطبق ده على نفسي كمان. فحسيت ان انا نفسي قوي اكون بروفيشنال، ادرس الموضوع واخد دبلومه كبيره واخد شهاده معتمده، واكون فعلا مش بس عندي اكسبيرينس وعندي ثقافه بموضوعات دي، لا انا كمان هدرسها. فبدات الحمد لله في دبلومه اللايف كوتش اللي انا باخدها دلوقتي، وحابه ان انا دايما ابقى بوثق رحلتي معاكم، بديكم معلومات، بشجعكم انتوا كمان تمشوا ورا احلامكم او تحققوا حاجه بقالكم كتير مأجلينها. بس مش ده الموضوع المينلي اللي احنا جايين نتكلم فيه. انا جاي النهارده اتكلم في سؤال جالي وبسبب خوفي وخوف ناس كتير جدا من انها تحقق احلامها. انا ليه لما ببدا في حاجه ما بكملهاش؟ وليه دايما مش واثقه في نفسي انه انا قد قراري في ان انا امشي في الحلم ده؟ ليه دايما بخاف امشي ورا حلمي؟ او ليه دايما بخاف ان انا اشفت او ابدا حاجه جديده؟ فده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وهديكوا ستيبس لحاجات تخليكي تكملي الحاجه للاخر وتبطلي عاده ان انت تبقى كل حاجه ما بتكمليهاش للاخر. وعايزه اقول لكم ان انا واحده من الناس اللي فيها المشكله الكبيره دي قوي، انه انا ببدا الحاجه ما بكملهاش لانه حاجه من الاثنين: يا بكون عايزه ابقى جامده في وقت قصير، يا اما بقى هي مشكله مش عارفه لدرجه ان الكتاب ممكن اقراه ويبقى شددني جدا ما كملوش للاخر. فده احنا هنتكلم فيه النهارده، هديكم ستيبس وحاجات تعملوها بما ان انا بادئه كورس جديد. فكان المفروض اعمل الكلام اللي انا هعمله معاكم في الفيديو ده الاسبوع اللي فات، بس عشان كانت نفسيتي والعيا وحاجات كتير ما قدرتش ان انا اعملها. قررت ان انا اعمل معاكم حاجه مهمه جدا قبل ما تبدأي اي حاجه، او لما تبدأي اي حاجه، او لما تقرري تبدأي اي حاجه، لازم تقعدي القعده دي وتعملي اللي انا هقول لكم عليه النهارده. فيلا اقول لكم هنعمل ايه او كمان نعمله مع بعض. فيلا بينا. جيت على المكتب ودلوقتي هقول لكم القعده اللي كان المفروض اقعدها بعد اول سيشن خدته في الدبلومه بتاعتي، وهي القعده اللي المفروض تعملوها في اي حاجه بتبداوا فيها. شويه اسئله، شويه حاجات هنكتبها، مهم جدا ان احنا نكتبها وهنرد عليها وهنجاوب عليها باكتر طريقه تكون واضحه ومفهومه.
يكون معاكي اي ورقه، اي نوت بوك، اي حاجه. زي ما انتوا عارفين انا دي بقيت خلاص هي كل الحاجات بتاعتي بحطها فيها عشان ما شتتش نفسي ب 100 نوت بوك. فمهم ان انتي بس ما تشتتيش نفسك ب 100 حاجه، خليها سامبل على قد ما تقدري، بس تبقى يعني النوت بوك بتاعتك الحاجات اللي احنا هنجاوب عليها دي تبقى دي المين، يعني دي كل ما هتفتحي النوت بوك كده انتي اصلا هتشوفي الموضوع. فيلا بينا نشوف ايه هي الاسئله اللي احنا هنسالها لنفسنا ونجاوب عليها. جاهزين؟ يلا بينا. اول سؤال او اول حاجه هتكتبيها هي السبب. ليه؟ من الاخر انا محتاجه اقعد مع نفسي اعرف انا ليه اتحمست اعمل الحاجه دي، انا ليه قررت ابدا في الحاجه دي. محتاجه اعرف سبب وافهم جدا السبب ده ويبقى واضح بالنسبه لي. انا عايزه اعمل كذا عشان كذا. هديكم مثال على الدبلومه. انا ليه قررت اخد الدبلومه دي؟ ليه فكرت فيها وقت كتير؟ وليه عندي استعداد ان انا ادفع فلوس في اي حاجه جديده انا بعملها؟ فلما فكرت مع نفسي لقيت ان انا اوريدي عندي، ممكن يكون عندي الصفات اللي تؤهلني لده. ولان انا دايما شايفه ان انا دلوقتي مثلا ان انا باثر في عدد ناس، حتى لو باثر في 5 10 انا باثر في عدد من الناس بيتاثروا بيا في شخصياتهم، فحسيت بالمسؤوليه اكتر. طيب انا طول الوقت كنت بشاركهم اكسبيرينس او مثلا حاجات بقراها او حاجات عندي خلفيه عنها. طيب ليه ما حاولش ده لدراسه وابقى مش بس بجمع ما بين التجربه، انا هبقى بجمع ما بين التجربه وما بين الدراسه. انا حد دلوقتي بروفيشنال اكتر فاقدر اساعد الناس اكتر واثر فيهم اكتر. غير ان انا فكرت ان ده كمان هيأثر، يعني هيحسن كمان من الفيديوهات بتاعتي، ممكن يجدد لي افكاري، ممكن يخليني اعمل اشكال تانية من التأثير. فحسيت انه هيفيدني جدا وحسيت ان هو مجالات كتير جدا. وكمان ان انا حابه يبقى عندي كارير تاني بتاعي. حاسه ان انت لا انا محتاجه افكر اخش ولا ما اخشش، هتسالي نفسك الاسئله دي. ابداي اكتبي ايجابيات الموضوع والسلبيات اللي انت شايفاها منعاكي، وابداي حللي كل حاجه عشان تعرفي. ولما توصلي ان انت بجد هتدخلي الحاجه دي او هتبداي في الحاجه دي، فانت هيكون كده وصلتي لسبب قوي، وده السبب اللي احنا هنرجع له. بس بعد السبب هنروح لحته مهمه جدا في كل حاجه في الحياه، وهي الفيجن. والفيجن هنا اقصد بيها انه اتخيل نفسي عملت الحاجه دي الفيجن. عشان الفيجن دي حاجات كتير قوي، بس اللي انا قصداه دلوقتي انه ابداي تخيلي انك حققتي الحاجه اللي انت هتبدايها دي. فكري بكل تفصيله، احساسك هيبقى ايه، هتعملي ايه، هتستفيدي ازاي، هتبقي حتى لابسه ايه. بجد فكروا بكل تفصيله، دي بتفرق. وكل ما تنامي فكري. يعني انا خلاص فكرت يا جماعه انا هديكوا السيشنز فين. يعني انا قررت المكان اللي ان شاء الله لما ابقى كواليفايد ان انا ادي سيشنز للناس، انه انا عرفت انا هدي السيشن فين. وقعدت افكر بقى وازاي اخلي لهم المكان جميل، وعايزه اعمل لهم جفت ايه لما يجولي، وهشجعهم ازاي. قعدت ادخل في تفاصيل. فكل لما بكون زهقانه مثلا او اتراجع او اشك او اقلق، بقعد امتع نفسي بالفيجن دي، فبحس ان انا لا يلا انا عايزه اخلص، يلا بشغل حماسي تاني. فالفيجن مهمه قوي. مش بس دي انه تتخيلي نفسك عملتيها، فيجن اللي انا برضو كمان عايزاكم تعملوها هي يعني تخيلي لحياتي اوفر اول وانا في الحاجه دي او عامله الحاجه دي. يعني دلوقتي لازم يبقى عندي فيجن كامله ليا كلايف كوتش. الحاجه اللي انت بتبدايها دي جزء من حياتك، وبداي تخيلي حياتك بيها، فيبقى عندك فيجن واضحه. ويبقى عندك بقى فيجن واضحه زي ما قلنا اللي هي السبب، انا بعمل ده ليه ورايحه بيه على فين. يعني انا فين من كل ده، انا خدت القرار ده ليه، عشان اوصل بيه لايه وعشان اعمل فيه ايه. فتبقى مهمه قوي ان تبقى رؤيتك واضحه. يبقى انا بدات، خدت القرار وبدات، خدت اكشن وخلاص بدات. نروح بقى لمرحله هي مهمه جدا في حياتنا في كل حاجه، وهي الهدف. طيب الهدف ما ينفعش يبقى هدف كده سايح، لا. وقلت الموضوع ده قبل كده. هدفي دلوقتي لازم يكون قابل للقياس، ويكون واضح ويمكن تجزئته. يعني عندي هدف مين هو اساسي كبير جدا، الهدف ده لازم يكون بينفع انه اقدر اقسمه لاهداف صغيره قريبه، واعرف اقطعه الخطوات، فاعرف كده افرعه براحتي. تمام. تاني حاجه يكون قابل للقياس، يعني بينفع اعرف اشوف انا فين من الهدف.
انا دلوقتي هاخد كورس، طيب انا عندي مشكله في الكوميتمنت، عندي مشكله اني ما بنتظمش، عندي مشكله اني ما بحضرش، فانا هبدا اقيس. انا والله بهدير ما تحضريش النهارده، لا انا ادخل ابص انا كان هدفي ان انا ما اغيبش او اغيب طول الكورس لما يكون عندي حاجه ارجنت مرتين مثلا. فانا دلوقتي ايه ده انا حضرت 3 مرات، طب ما ده حلو، يعني فاضل لي 7 مرات، طب خلاص احضري النهارده. فلما انت قستي انت فين من هدفك اتشجعتي انك تكملي، لان انت مش عايزه تضيعي اللي جاي، لانك اوريدي حققتي بروجرس اصلا، يعني حققتي تقدم اوريدي. انت حضرتي 3 ففاضل لك 7، فخلاص مش عايزه تضيعيه يعني. فهمتوا؟ طيب يجي نفسك يتقطع في الاخر، انت فاضلك 2 سيشنز وانت حضرتي 18 سيشن، طب ايه ده هتلغي الدنيا عشان 2 سيشنز؟ لا. فلما تبصي ده انا وصلت لكذا من هدفي استي، يبقى تمام. ده بقى في هدفك هناخده معانا في اهدافنا الصغيره وهناخده معانا في خطواتنا. يعني انا دلوقتي زي مثلا باخد كورس، انا حطيت هدف انه انا عايزه اخلص الكورس ده وعايزه ابقى كذا، ابقى جامده في الانجليش، ابقى لايف كوتش، ابقى ايا كان ايه هي الحاجه. انا هبدا اعمل له مقياس. ممكن تعملي شارت، ممكن تبرنتي اي شارت موجود على بنترست، ممكن انت تعملي بايدك بالورقه والقلم شارت للحاجه دي. تمام؟ انت عايزه تقيسي ايه اللي خايفه من نفسك فيه، هو ده اللي هتقيسيه. وطبعا والهدف هنقيسه ان انا قربت قد ايه. طيب انا خايفه من نفسي في الكوميتمنت، يبقى انا هقيس الكوميتمنت. انا خايفه من نفسي في المذاكره، فانا هنعمل ده مع بعض يعني في اللي جاي، وابدا اقيس انا فين من كل ده. طيب خلصنا يا جماعه الهدف الكبير، تعالوا بقى هنقسمه لاهداف صغيره. طيب هدفي الكبير ده ان انا اخلص الكورس واخد الشهاده بتاعتي. طيب اهدافنا الصغيره هي ايه؟ الانتظام في الحضور طبعا. تاني حاجه اني ابقى بذاكر او بستفيد من بذاكر الحاجات اللي انا خدتها. تالت حاجه هو مجهودك الشخصي اللي هتعمليه عشان تكوني جامده قوي في الموضوع، لان الموضوع مش مجرد كورس، الموضوع بقى محتاج سعي مننا شخصي. احنا هنعمل مع بعض ماب، الماب دي انتوا تقدروا تعملوها في كل حاجه. انا بس ما عنديش الاقلام والورق الواضح اللي يوضح لكم الماب. حاجه من الاثنين، يا اما انا هعملها لكم كده كروكي وانت تعمليها بطريقتك، يا اما هعملها لكم بقى ديزاين دلوقتي يظهر، مش متاكده، هنشوف مع بعض. هذاكر للكورس ازاي؟ مثلا في كذا واي ان انتي تعملي الماب دي. اول حاجه انا في كورس او انا في حاجه او انا في مهاره بتعلمها، فانا محتاجه اتدرب عليها. فمهم جدا ان انتي بعد الكورس، بعد ما تخلصي السيشن بتاعك، تبداي تجزئي. يعني انا في السيشن بتاعي النهارده خدت حاجه عن الانجر مانجمنت، عن اداره الغضب. تمام؟ محتاجه ابص تاني على الماتيريال بتاعتها، اراجعها تاني، اقراها، افتكر دكتور قال ايه هنا، علق على ايه هنا، لما سالت سؤال جاوبني ايه. فدي اول حاجه انا هعملها. طيب بعد ما انا خدت الانجر مانجمنت والدكتور اداني مثلا حاجه معينه زي تدريب، فانا عرفت ان انا معايا طول الاسبوع التدريب ده هعمله كل يوم. فبسم الله الرحمن الرحيم قفشنا تاسك انه انا كل يوم عندي تدريب عن الانجر مانجمنت واكتبه. انا يوميا في تاسك معايا ده ثابت في التودو ليست بتاعتي، ده يوميا انا بعمله، فاديني طلعت بحاجه ريليتد بالمذاكره. طيب تاني حاجه، انا في كتب خلال الكورس عايزه اقراها، فابدا اعمل ليست بالكتب اللي انا عايزه اقراها او بالموضوعات اللي عايزه اسيرش عليها، او اعمل ليست بالحاجات اللي هي هتبقى تصنف تحت المجهود الشخصي. دي لازم تعملي لها ليست واضحه من الاول. وخلال الكورس هتظهر لك حاجات، هيقترح لك كتاب، هيقترح لك معلومه، هيقول حاجه حاسه انك عايزه تقري انت عنها اكتر، تبداي تضيفيها في الليست بتاعتك. تمام؟ طيب خلصنا بقى المجهود الشخصي وعرفت انا هذاكر ايه، عرفت ان انا كل يوم عندي تاسك، انا كل يوم هدي للحاجه دي ساعه من يومي، وارجع بقى امسك ابص انا في تاسك يومي ده لازم اعمله للكورس اللي هو التدريب. تمام؟ فانا خلاص في الساعه دي اول حاجه هبدا بيها التدريب ده مثلا. طيب انا في كتب كان المفروض اقراها، طب انا الاسبوع ده المفروض عندي كتاب، طب انا متاخره فيه، طب انا هقرا فيه شويه نص ساعه. طيب انا كان المفروض اراجع الماتيريال، طيب اوكي الماتيريال دي كام صفحه دول اقسمهم على الاسبوع، طب تمام النص ساعه التانيه. فهتبصي تلاقيكي انت منظمه دماغك، منظمه مذاكرتك، منظمه مواعيدك،
عارفه لما هتقعدي تذاكري هتذاكري ازاي، خصوصا ان دي حاجه جديده لازم تقسميها كده وتفرفطيها كده قدامك. فبالتالي ايه اللي هيخليكي تبقي مش عايزه تكملي؟ حاجه انه مليت، حاسه ان انا ليه بعمل كل ده، انا ليه ضاغطه نفسي كده، انا ليه دفعت الفلوس دي كلها، انا عايزه الفلوس دي كلها، انا زعلانه ان انا دفعت الفلوس دي كلها مثلا. فبنرجع بقى يا حلوين للفيجن. طب هو انا عملت ده ليه؟ انا بدات ليه؟ طيب اهي الفيجن كذا 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 كذا، لا يا عم مش مقتنعه برضه. طب نروح للقياس. طب انا بقيت فين من الهدف اللي انا عايزاه؟ ايه ده انا قربت، ده انا قربت كذا. اقوم بقى راجعه بالراحه كده وانا بقول ايه ده انا قربت، اقوم راجعه للفيجن تاني، افكر نفسي بقى واتخيل انه خلاص انا خلصت، وقد ايه هكون فخوره بنفسي، مش بس عشان الحاجه دي، ده عشان انا انتظمت، عشان انا كنت كوميتد ليها. فهيبدا يديلك احساس حلو، فتحسي انه لا يلا نكمل مذاكره. فده من وجهه نظري تبس بسيطه، نفسي اعبرها لكم بالكتابه قوي، عايزه اكتب لكم على الكاميرا هنا، بس الموضوع صعب. بس يا رب كنت بعمل لكم بالرغي، ببقى عايزه اكتب عشان تشوفوا معايا وانا بكتب، بس بجد الموضوع صعب. ادعوا لي بقى ان شاء الله اجيب ايباد قريب وابقى اشارككم السكرين بتاعتي وانا بشرح كل حاجه. المهم دي حاجات انا شايفاها تحل الموضوع ده. لما حد بيبقى جاهل في حاجه معينه او ما عندوش فكره كامله بيرتبك، فيا اما بيخاف يعملها، يا اما بيخاف يتعلمها، يا اما بيخاف يجربها. لكن لما انت تبقي كل حاجه قدامك معمول لها سيستم، السيستم دايما بيهزم كل حاجه. انا عندي سيستم في المذاكره، عندي سيستم في حياتي، في سيستم لحاجات كتير انا بتعرقل فيها. طول ما هي فيها سيستم قوي اساسه قوي، انت مفيش حاجه هتوقعها. فمش هيحصل زي ما حصل معايا الاسبوع اللي فات، مجرد ما تعبت انا ما قريتش حتى حاجه عن الموضوع، وده انا مش الهدف بتاعي خالص. يعني انا متعصبه انه مش هدفي، انا هدفي ان انا طول الاسبوع هبقى عايشه في الحاجه دي في يومي، ساعه ساعتين، انا في ساعه او ساعتين في يومي للحاجه دي. فما عملتش كده لان انا ما كنتش لسه عملت سيستم، فبالتالي جت شويه هوا كده وقعت. عارفه كده لما تبقي موقفه دي كده على الهوا، فمجرد ما جت اي ظروف عملت كده راحت موقعاها. بس لما تكوني انت مثبتاها جامد، فمهما بيجي اي هوا هو مش بيوقعها. ده في كل حاجه في حياتنا، بجد كل حاجه في حياتنا. الموضوع مش سهل زي ما بنتكلم فيه كده، في ناس بتاخد سنين عشان تعمل سيستم لحاجات كتير، بس ينفع اركز في حاجه واحده جديده واعمل لها سيستم لان هي جديده جايالي فريش، فانا لسه ما لبختش فيها، فمن الاول اعمل لها سيستم. تاني هختصر بسرعه معاكم، انت محتاجه فيجن واضحه بالاسباب اللي خلتك تخشي في الحاجه دي. تاني حاجه محتاجه تدرسيها كده من بره، تعرفي الحاجه دي هي محتاجه منك ايه. تالت حاجه تحطي هدف كبير واضح قابل للقياس وينفع يتجزأ، وتبداي تجزئي الهدف ده، وبعد ما تجزئيه تحوليه لخطوات. فكل ده هيساعدك باذن الله ان شاء الله ان انتي تكملي اي حاجه بداتيها للاخر. هعمل لكم فيديو لو بتحبوا الفيديو ده ستادي وذ مي، اعمله لكم فيديو تبقوا معايا طول اليوم على المكتب نقعد نذاكر مع بعض. فعرفوني بالكومنتس لو بتحبوا الفيديو ده.